ما حدنا في هاد الدنيا غادي نديرو بزاف ديال الاخطاء وبزاف ديال الذنوب اللي غادي ندموا عليها من بعد. حنا الانسان من طبيعتنا نديرو الاخطاء، واحسن واحد فينا هو اللي كيحاول يصحح الاخطاء ديالو ويتوب لله عز وجل وما يعاودش من بعد. ولكن الحاجه اللي خاصك تعرفها هي واش يكفيك الوقت تفهم راسك وتتوب ولا لا. وقيلا كثرت عليكم الهضره. المهم باش تفهموني علاش قلت هاد الهضره تبعوا معايا قصتي. اول حاجه سميتي سلطان، وفي عمري 25 عام، كابر بلا والدين. رباني واحد خالي عنده ولد سميتو امين، وفي عمره 23 عام. رباني خالي حيت والديا ماتوا فاش كان عمري عامين، عايشين في واحد البراكه في الكاريان. كانت بالنسبه ليا بحال شي قصر، كبرت فيها مغطياني على البرد والشتا وكل شي. وخالي مهلي فيا ودايرني بحال ولدو، وكنعيط لهم غير بابا وماما. خالي كان كيحسبني بحال اللي من دمه ولحمو. كنت قاد ولدو في العمر، قرينا بجوج. غزار جا في ولد خالي وانا لا، كنسقط في الباك 3 سنين حتى وصل ليا هو. وعندي 4 اللغات، انجليزيه والفرنسيه والطليانيه والعربيه. والمشكله الدراري هي كنسقط على 0.09. مشكله ما عليناش، خلينا من هاد الشي. حياتي كانت عاديه، الدار والدوران، ولا كان شي بريكول كنقضيوه، كندبرو على مصاريف وصافي. والحمد لله ما كانت لا بليا لا والو. وكان عندي السوفل واعر، ما كنتش بحال خوتنا ديال الصابون الله يهديهم وصافي. المهم كنت عاطيها لبنات الليل ما نكذبوش، وكنت كنعس مع الطال ونفيق حتى الليل. ولا كان شي بريكول نخرج ندبر على راسي فيه والسلام. المهم واخا كبرت وكل شي، خالي كان خدام في واحد المرصة، واحد الفلوكة، وكان مهلاي فينا. واخا كبرنا، مرة كان كيعطينا نشريو الحوايج ويعطينا باش نسافروا كاع وكل شي. واحد النهار عيط ليا خالي وقال لي باش نمشي نبريكولي، راه كاين واحد اللي عرس نمشي نسربي تمايا. وصلت الوقيته، مشيت عند الدراري وتحركت معاهم. مشيت خدمت ودبرت على راسي بشي مصاريف وخدمت ديك الليله. وصلت 6 ديال الصباح سالينا، وكل واحد خدا رزقو. انا شديتهم وضربتهم في السبرديله، حيت كنت عارف النهار الحد كتكون الدنيا خاويه. صباح بكري ما لقيتش شي طاكسي حمراء باش تديني، حيت انا كنسكن في كازا. بقيت غادي على رجلي، قربت نوصل للدار. دزت من واحد الزنقه خاويه، وهما يخرجوا ليا 3 من قدام وجوج من اللور، وكل واحد هز جنويه قداش، ما كاين 14 للفوق. وانا نضرب على واحد الدري ولد الدرب معاهم، وهو ينقز وقال لهم الدراري غارجعوا، راه غير ولد الحومه هذا. الصراحه طارت مني خلعه وما عرفت باش تبليت. وصلت للدار ودخلت دوشت وانا نطيح كاو، نعست. ضربتني الفيقه مع 6 ديال العشيه. فقت وغسلت حالتي، ريحت، نقصي شي حاجه اللي كتبها الله، وعطيت لمرت خالي اللي هي كنقول لها هي الوالده شي بركه باش تعاون المصروف. جا خالي حتى هو وقال لي ريح ولدي، بغيت ندوي معاك في شي موضوع. قلت ليه مرحبا واخا، ريحنا. هو يقول لي يا خالي ولدي، راه لقيت لك واحد الخديمه، واش مستعد تمشي تخدم فيها؟ قلت ليه انا علاش لا خالي، وراني كنقلب وما لقيتش فين نخدم، علاش ما نخدموش في هذه اللي لقيتي ليا؟ قال لي ولدي ولكن ولدي راه بعيده بزاف وبرا البلاد. قلت ليه فينا خالي؟ قال لي يا في الطاليان. طاليان ولدي، وغادي تمشي بكونطرا.
قلت ليه شنو غنخدم وبشحال غنمشي. قال لي هو غادي تخدم سرباي في واحد الريستو وغادي تمشي ب4 ديال المليون. قلت ليه واش كتضحك عليا؟ واش حنا كنتكافاو غير باش ناكلو ونمشي ب4 ديال المليون؟ وراه امين غادي يشد لا ليسونس هاد العام وخاصو باش يدور باش يخدم. راكم عارفين هاد البلاد كي دايره. وهي الدور فيا مرت خالي وقالت لي شوف ولدي، راه انت الا مشيتي راه غادي تهز راسك وما تسوقش للفلوس، المهم تقد على المسؤوليه. هو ينطق مين وقال لي والتسدير المسخوط، راه هاد الفرصه كتعطى مره في الحياه، سير صاحبي وما تنساش خوتك. انا وافقت باش نمشي حيت بزو عليا بزاف، واصلا هاد الفرصه كتكون غير مره في الحياه، ولا مشيتي حتى فرطتي فيها غادي تندم عليها حياتك كامله. قال لي خالي نمشي معاه عند السيده اللي كتصاوب لينا الكونطرا. مشينا وتلاقينا بيها، ريحنا معاها وبقات كتهضر معايا بالطليانيه. كندويو وقالت لي خاصني غدا نبدا نقاد في الباسبور ونكاليزيو الورقه تاع الكونطرا اللي فيها عامين. قلت ليها انا واخا. قالت لي تعطيني الفلوس كاملين هنا وانا نرفض. وقلت ليها لا، قلت ليها نعطيك 2 مليون هنا و2 المليون فاش نوصل للطاليان نعطيهم ليك. هي وافقات. صافي درنا الوقت باش نتلاقاو لا غد لي في المقاطعه. رجعنا للدار، دخلت وسولاتني مرت خالي شنو درنا. عاودت ليها وخالي وجد باش نعطيوها الفلوس حيت هو اللي غادي يخلص عليا. المهم قديت ورقيه، جبت شي بركه باش نصاوب الباسبور والتخربيق وداكشي اللي راكم عارفين، ومشيت نعست. فيقني خالي لا غد ليه مع 7 ديال الصباح. قال لي يلاه نمشيو باش نقادو الوراق في المقاطعه. مشينا وخالي عيط لصاحبو المقدم باش يقاد لينا الباسبور. خلصتو قال لي من هنا 10 ايام غيجيب ليا الباسبور حتى عندي للدار. نهار 2 بالضبط كان داك النهار. جات السيده وسلمنا عليها وقالت لينا واش جبتو الامانه. قلنا ليها حدا المقدم حتى هو كان في معانا باش يكون شهود. دخلنا وحسبات الفلوس ولقاتها 2 ديال الملايين. كتبنا كل شيء وسنينا على الورقه. قالت لي نهار يخرج الباسبور غنعيط لك باش تلاقى بواحد السيد غيعطيك البي ديال الطياره وغيشرح لك كل شيء. سالينا الحديد معاها ورجعنا للدار. المهم دوزت داك النهار كيف ديما ودازت 10 ايام وجا عندي المقدم وعطاني الباسبور تاعي. عطيتو قهوتو حيت جاب لي داكشي حتى للدار. عيطت للسيده وقلت ليها راه واجد الباسبور. قالت لي صافي راه في العشيه غيعيط لك واحد السيد باش تلاقى به وعاودت لك كل شيء. قلت ليها واخا. قالت لي واحد الامانه اللي باقا بيناتنا وصافي قطعات. دوشت وخرجت ريحت مع الدار. كانت ديك الساعه بالضبط 12 ونص. تغديت وهو عيط ليا واحد السيد وقال لي راه صيفطاتني فلانه على قبل الكونطرا. قلت لي قال لي جي عندي مع 3 لهاد القهوه فاش توصل صوني عليا وجيب معاك الباسبور والكونطرا. قلت ليه مرحبا واخا. نط وقلت لخالتي غنتكا شويه توصل ديك 2 ونص فيقيني. قالت لي هي واخا. مشيت تكيت وصلت الوقيته وجات خالتي فيقاتني وقالت لي راه وصل الحال. نط ولبست حوايجي وخرجت مشيت للقهوه. وصلت وعيطت لخونا ولقيتو بارك مع واحد الدري. قال لينا غنمشيو معاه لواحد لاجونس يقطع لينا البي ديال الطياره. مشينا معاه في واحد الطوموبيل اللي هي غولف 7
وصلنا لاجونس ودخلنا، عطيناه الباسبور حيت هو عنده المعارف. ريحنا وبدا كيهضر وهو يقول لينا راه كاين البي غدا ومع 4 ديال الصباح، خاصكم توجدوا ريوسكم من دابا. وقال لينا الفلوس، قلت ليه تنوصلوا بعدا، راه كاتبينها في الكونطرا. قال لي واخا مرحبا، وقطع لينا البي. رجعت للدار ودخلت ولقيتهم مجموعين وقالوا لي امضرا شنو درتي؟ قلت لهم راه غدا عندي الطياره مع 4 ديال الصباح وخاصني نوجد راسي. قالت لي خالتي بلاتي نعاونك ولدي. ديك اللحظه جاتني واحد البكيه خايبه، غادي نتوحش اعز ناس رباوني، مي هما فكروا في مصلحتي هي الاولى. بدينا كنوجدو شي حوايج، عمرت باليزتي مزيان، قديتها ومشيت ريحت مع مالين الدار. اخر تريحه ليا، ما عرفت شنو غادي يطرا من بعد، واش غادي نعيش وانا ما عرفتش. بغيت ناخذ الرضا ديال الوالدين اللي رباوني، هزيت تصويرتهم وتصويرت والديا اللي ماتوا، حطيتهم في الباليزه ديالي ورجعت ريحت. بقيت كنهضر مع الوالده وكنضحكوا. وصلت ديك 9 د الليل وقالت لي باش نوض ننعس حيت غدا خاصني نفيق بكري. حتى انا درت بكلامها ومشيت نعست باش نرتاح شويه. في الصباح جا خويا كيفيق فيا وقال لي نوض نلبس، راه الجوج هادي باش يوصلوني للمطار. نط لبست وقديت الحاله مزيان. هو يقول لي الوالد يلاه نوصلك، راه تسلفت الطوموبيله من عند واحد صاحبي، يلا دغيا باش ما نتعطلوش. ركبنا ومشاو معانا مالين الدار، وصلوني للمطار. وصلنا ودخلنا وتلاقيت بالسيد والدري اللي غيمشي حتى هو. سلمت عليهم. السيد المسؤول قال لنا الامانه اللي بقات وعطيناها ليه. مشينا دفعنا الحوايج وعطانا واحد لاكارت لابيس، قال لنا النمره ايطاليه خدموها فاش توصلوا، وراه غتلقاو واحد السيد كيتسناكم تما وغيوصلكم للبيرو باش تعرفوا قوانين ديال الخدمه. تفاهمنا؟ هي هذيك. وصل الوقت ديال الطياره، ركبنا وبدا كيخربقوا في داك الحزام، داك المرض الكحل. المهم كانت واحد المضيفات تيتيزات قرطاسات، داكشي الواعر والمطراسي والزين غام شتت. تعرفت على الدري اللي غادي معايا حيت تا هو غادي باش يخدم، سميتو عمر، وتا هو حاقد على البلاد، عنده نيفو باك وشاد ديبلوم في التكوين الكهربائي، وبغى يمشي لتما باش يدبر على راسو. والصراحه باينه فيه دري ظريف ونقي في عقلو، ولكن الظروف طلعت بنت الكلبه. طارت الطياره وبقينا طارين 4 السوايع معلقين في السما. وصلنا وهبطنا وخدينا حوايجنا، قادينا كل شيء. خرجنا وبدينا كنقلبوا على السيد اللي كيتسنانا شي 30 دقيقه. دين ما عطلنا شويه هو يجي واحد الجزائري ووقف علينا من اللور وقال لينا سمحوا لي راه وقع لي واحد المشكل فاش كنت جاي. قلنا ليه ماشي مشكل صافي. ركبنا معاه في الطوموبيل وقال لينا بلي غنوصلوا لواحد الدار باش نرتاحوا فيها على ما نمشيو للريستو فين غنخدموا. وصلنا للدار ولقينا فيها 4 ديال البيوت، كل جوج في بيت وكلهم عرب. ورانا البيت اللي غنريحوا فيه. دخلنا وارتاحينا. جا واحد المصري وقال لينا نجيو ناكلوا معاهم. مشينا وقصينا، تعارفنا مع بعضياتنا وتشكينا شويه. جا داك الجزائري ودانا للريستو. دخلنا وعرفنا على المسؤول ديال ديك الريستو وبدا كيهضر معانا بالايطاليه. انا كنجاوبوه وقال لنا بلي السيده عطاتكم تستربيو. صافي عطانا اللبس ديال الخدمه
وقال لينا بلي غنبداو نخدمو من 7 د العشيه حتى 4 ديال الصباح، وعندنا 30 دقيقه تاع الراحه، ونهار الاثنين روبو تاعكم. بدلنا حنايا وبدينا الخدمه. ديك الليله تماره تاع بصح، وحكوها لينا على المقلاش مزيان. ولاد الكلاب، صراحه الغربه فيها تيتيز وبنات الليل وبنان مقاري وخانز فلوس وما كيرحمش. واخا كاينه الازمه في اوروبا، خدامين عادي بنادم محترمك، وكاين اللي كيعطيك بورفوار وكاين اللي لا، حيت الاغلبيتهم كيخدموا غير بالكارت بونكير. المهم بقينا خدامين سوايعنا تا وصلت 4 ديال الصباح. خرجنا من الريستو حنا جداد ما عارفينش فين نمشيو، خدينا طاكسي ووصلنا للعنوان فين ساكنين. طلعنا ومشيت لبيتي ديريكت. بقوت العيا ما كليت ما والو، طحت كاو وما عقلتش على راسي حتى لا غد ليه. فقت مع ديك 4 د العشيه، ولقيت الدري اللي معايا عمر مصاوب الغدا. تغدينا وبقينا مريحين، وعيطت لما لين الدار وفرحوا، وقلت ليهم وصلت بخير وعلى خير الحمد لله. وهاد الساعه وصلات وقيدات ديال الخدمه. مشينا. المهم دوزت شهرين تاع الخدمه عادي وما كاين حتى مشكل، ولكن واحد النهار اللي غادي تقلب حياتي وما عرفتش كيفاش. كان نهار روبو تاعنا، والدري اللي معايا عمر مريض مسكين. جبت ليه انا الدواء وقلت ليه غادي نخرج نصيفط شي فلوس لما لين الدار. قال لي هو هاك صيفط ليا معاك. قلت ليه واخا. مشيت لاجونس، دخلت وصيفط الامانه. عيطت للخوادري وقلت ليه راني صيفط شي حاجه، سير الويستر يونيو وخذهم. كنت راجع للدار وما عليا ما بيا، وكاين البرد والشتا، حتى توقفوا عليا البوليس بداو كيسولوا فيا. عطيتهم الكارت ديال الاقامه ديالي والباسبور ديالي، وقالوا لي واش يمكن لينا باش يقلبوني. قلت لهم مرحبا. بقاو كيقلبوا فيا وهما يجبدوا سلسله ديال الذهب بيض وفيها الالماس، ومن جيب 50 غرام من البيضه. انا تصدمت. ديك الساعه داروا لي المينوط وطلعوني في الطوموبيل. وصلنا للولايه ودخلوني، وبداو كيسولوا فيا منين جبتي البيضه والسلسله، كيفاش حتى شفرتيها من الريستو اللي خدام فيه. قلت لهم ما عرفتش منين جاني هاد الشي، وراني من بلي ما كنبيع غبره، راني غير خدام وصافي. هبطوني وكليت ما قسم الله من العصا، حتى عظامي فشلوا. وعيطوا لمولات السلسله وقلت لهم بلي انا فريسير بيتها ولكن ما شفرتهاش. خيتي بنت الحرام لاحت عليا الباطل وتبتات عليا التهمه، وكلات عليا محامي كاع. طلبت منهم نعيط لواحد صاحبي، وعيطت لعمر وقلت ليه يجي عندي للولايه حيت راني مشدود. جا عندي مسكين واخا هو مريض وعيان. عاودت ليه شنو وقع ليا. دخل واحد البوليسي وقال لي كاين شي حد باش نعطيوه تليفونك ووراقيك. قلت لي راه كاين، هو هاد الدري. قال لي فاش تسالي جي خذهم. سالات وقيت الزياره، هبطوني لتحت. كاين غاد الظلام بوحدي في داك البيت. لا غد ليه جا واحد المحامي جايبو عمر، عاودت ليه كلشي اللي وقع، وقال لي باللي باقا الجلسه تاعي اللي غتكون 4 ايام. انا قلت لعمر يصيفط ميساج من التيلي ديالي لخويا ويقول ليه راه كاينه الخدمه بزاف وما عنديش، وفاش غنلقى شي وقت نعيط ليهم. قال لي هو صافي. صراحه داك الدري عمر واخا ما طولناش بزاف في المعشره وداك التخربيق، ولكن وقف معايا وقفه ديال الرجال. اي حاجه خصاتني جابها ليا، ومسكين وكل محامي من جيبو، وكان
كل وقت ديال الطياره كيجي يشوفني. حتى النهار وصلت الجلسه، داوني للمحكمه، دخلوني وبداو كيسول فيا القاضي، والمحامي كيدافع عليا. جاب الدراري اللي خدامين معايا في الريستو واللي ساكنين معايا حتى هما، وشهدوا باللي عمرهم شافوا فيا شي حاجه خايبه ولا كندير شي بليه. وبقى داك الغراق ديال المحامي اللي جابتو ديك خيتي كيغرق فيا. سالات الجلسه وحكم عليا القاضي ب7 شهور وغرامه ماليه. الصراحه ركابيه فشلو، ولاد الكلاب ضربوا ليا كلشي في الزيرو، داوني السيلون. وصلت للحبس، وداكشي اللي كنت كنتفرج فيه في التلفازه ونيتفليكس وداك التخربيق كاين تما. واللي ما حامل شي هو اني داخل على الباطل، الحقد بمعنى الكلمه. دخلت شي قماقم ديال البوليس كيدفعوا فيا، وعطاوني واحد اللباس تاع الحبس، وقرعوا لينا، ضربوا لي الزيرو ولاد الحرام. اه المهم دخلت، وقفني واحد الحباس وعرفني باللي انا عربي، وهو يجرني، داني لواحد البلاصه كبيره، وقال لي هنا فين غتخدم. انا بدات كدور ليا في راسي كيفاش غنخدم. حل الباب، والصراحه وراه قصر ماشي زنزانه، تلفازه الفراش كلشي كاين بحال مريح برا الحبس. سد الباب وبقيت انا متعجب، وهو يجيني واحد خونا عامر وشام، دفعني وقال لي سير غسل دوك الماعن وطيب. انا قلت ليه لا، بغا يزرب عليا وضربته هرست ليه لا مشوار تاع فمو، حيت ديك الساعه كنت حاقد على بنادم. خوكم راه كان باطل في الفو كونتاكت، راه غاد الظروف وصافي، وخوكم من صغره هو محربن. ديك اللحظه وهو يخرج واحد الراجل كبير شويه، يكون في عمره ديك 55 عام الماكسيموم، هاز في يدو واحد الفردي. صراحه ديك اللحظه فشلت وما بقيت عارف شنو ندير، تبلوكيت في بلاصتي. تعاش هاد الحبس، هادشي كنشوفوه غا في الافلام. واش هاد ولد القاف مشدود وعنده فردي في الحبس؟ تعاش هاد العشب. قال لي هو ريحت انا وفيا الخلعه. عيط للحراس وجاو داو داك خونا اللي ضربت. جا عندي داك الراجل وريح مقابل معايا. خونا اللقب تاعو هو اكس كوبار. قال لي شنو سميتك؟ قلت ليه سميتي سلطان. قال لي هو اللقب تاعي هو اسكوبار. قلت ليه متشرفين. قال لي علاش دخلتي للحبس؟ قلت ليه انا باللي راه دخلت مظلوم. قال لي اسكوبار تا انا داخل مظلوم، حيت زعيم ديال المافيا الايطاليه. ديك الساعه فشلت بالمزيان. تعاش هاد الحبس، المافيا ولا نمي، ما بقيت فاهم تا لعبايا انا. المهم سالينا الهضره والتعارف ديالنا، وقال لي هنا غتبات وما غيخصك تا خير، وها فين دير حوايجك، مي الا شفت فيك شي حاجه ماشي تا الهير، غير سير حفر قبرك حسن لك. المهم الاولى ليا في الحبس ما شفتش فيها النعاس، بقيت مدعوق ومخلوع. صباح الصباح ما تغسلت وجهي ولقيت الفطور موجود، فطور ملكي. عيط لي اسكوبار وقال لي زيد فطر، راني ما غنفرط طرش بوحدي، تا اشهد المرض عاوتاني. المهم درت ليه خاطر وصافي وفطرت معاه. جا واحد الحباس وقال لينا خرجوا للساحه. خرجنا انا واسكوبار، وكاينين غير وحوشه في ديك الساحه، بنادم يدير مني العشرة. واحد اللحظه هو يجمع اسكوبار الناس اللي في الحبس، وقال لهم بلي انا هو المساعد تاعو، والى دار بيا شي حد غيكون حساب اخر. ما بقيت فاهم والو، الصراحه تقال. بقيت مريح في الساحه
وإسكوبار كيعاود ليا على المافيا وباللي غيهربوه من الحبس، وعنده واحد بنتو ما عارفهاش باللي هو الزعيم ديال المافيا، ما قايلها لاش. وراني التصويره ديالها، والصراحه ناري بنتو كي دايره قرطاسه وتيتيزه. بنتو من دوك الطوال واللي عندها فورمه زوينه وتيتيزه. المهم دوزت الشهر الاول في الحبس ديالي عايش مالك، ما خصني تا خير، ما توحشت العائله والحريه، حيت هاد العيشه ماشي ديالي. واحد النهار جا واحد الحارس وقال لي عندك زياره، قال لي اسكوبار سير، ولا دوا معاك شي واحد غير قولها ليا. مشيت انا للغرفه ديال الزياره ولقيت عشيري عمر جاي يزورني. ريحت وسلمت عليه وبقينا كنهضروا، وقال لي راه داركم بغاو يهضروا معاك، راه مخليين لك بزاف د الميساجات. قلت لي انا لقى شي زبه كيفاش توهمهم، وما تقولش ليهم راني مشدود. بقينا كندويو وعاودت ليه شنو طرا معايا النهار الاول، وقال لي نبعد من شي مافيا، داكشي راه كيعاودوا عليه في الافلام خاطئ. المهم سالات الزياره، رجعت للداخل وريحت، وجا حدايا اسكوبار وقال لي مالك. قلت ليه والو، غير الدري عشيري جا وقال لي الدار كيسولوا عليا بزاف. قال لي يا اسكوبار واش عندك نمرتهم؟ قلت ليه قال لي يلا ندخلو وهضر معاهم كيما بغيتي. دخلنا للبيت اللي مريحين فيه، عطاني التليفون وقال لي هذا ديالك من دابا، وراك غادي تولي انت هو اليد اليمنى من دابا، وغادي نوريك شنو غدير، وما غادي يخصك تا خير، ما حدك هنا معايا، وغادي تولي تشد خلصتك هنايا. المهم انا خديت التليفون وعيطت للدار وفيا البكيه. بديت كنهضر معاهم وكسولوني كيفاش غادي مع الخدمه، بقيت كنهضر معاهم حتى ساليت. جا اسكوبار وقال لي باللي خاصني نترجل في الحبس، ماشي تاع البكا، خاص قلبي يقصاح. وقال لي باللي شكون جا عندك؟ قلت ليه واحد الدري عشيري. قال لي واش كتثيق فيه؟ قلت ليه وراه هو اللي وقف معايا فاش عاودت ليك. قال لي راه بغيتو في واحد الخدمه. قلت ليه انا شنا هي؟ قال لي هو غادي تعيط ليه وغتقول ليه غيتلاقى بواحد السيد وغيعطيك واحد البواطه غيجيبها ليك للحبس ويعطيها ليك، وغادي تخلصوا على هاد الخدمه، حيت انا مانعين عليا الزياره نهائيا. قلت لي انا واش ما غاديش نتورط فيها؟ قال لي اسكوبال لا، من بعد وغتعرف شنو كاين في داك الجوا. انا عيطت لعمر من داك التليفون وعاودت ليه شنو كاين، وراني دبرت على التليفون من عند السيد اللي مريح معاه. قال لي هو صافي، عطيته النمره تاع السيد اللي غيتلاقى به وغيعطيه شي امانه، شدها وقسمها انا وياه، ورزقي صيفطو للدار ما يعطيه ليش انا. قال لي صافي هو تفاهمنا خويا. المهم صباح الحال وجا وقت ديال الزياره، جا عمر ومشيت لغرفه الزياره ولقيتو جايب ليا شي حوايج، وسط منهم صندوق وراه صغير بزاف داك الصندوق. قال لي باللي عطاه شيك فيه شي 3 المليون مغربيه. قلت لي انا خذ النص والنص صيفطو لدارنا وقول ليهم راه الخدمه عندي كثيره حيت الصيف هذا. قال لي هو صافي كون هاني اخويا سلطان. المهم رجعت للزنزانه، دخلت وعطيت الاسكوبار الجوا وقال لي هكا نبغيك، خديتو رزقكم؟ قلت ليه قال لي اول خدمه ليك وعجبتيني وراني ما غنخبي عليك والو. ريحنا. وقال لي باللي راه الرجال تاعو بغاو يهربوه من الحبس، وهذا الصندوق فيه السوار تاع الطوموبيل اللي غتكون برا وشي معلومات على الفلوس كاش، باش غادي يدور مع الفلول البوليس اللي غادي يدير بحال غيحولنا من شي حبس، وراه باقا 3 ايام على الهروب.
وهادشي يبقى هنايا. وهو يسولني واش كنعرف نسوق. قلت ليه انا قال لي صافي، انت اللي غتسوق. فاش غنهربوا وغيكون الجي بي اس في الطوموبيل البلاصه اللي غنمشيو ليها. قلت ليه واخا صافي. المهم قبل ما دوز ديك 3 ايام بديت كنفكر بلي الا ما نجحاتش الخطه ديال الهريب اللي مخطط ليها اسكوبار اش غادي يوقع لينا. بدا كيضرني راسي وبقيت كنتوهم شي حاجه ما كايناش. صافي عيطت لعشيري وعاودت ليه البلان، وقال لي باش ما كانوا هربتي جاوبني وقول لي فين كاين انت. قلت ليه واخا. داز ديك 3 ايام وصل النهار ديال الهروب. كانت شاداني الخلعه بنكدبش، مي خاصني نترجل باش نخرج من هاد البلاصه المشؤومه ونحس بالرجوله ونرجع لبلادي. وصلت الوقيته، جا واحد البوليسي ودار لينا المينوط. خرجنا وهبطنا للكراج وقال اسكوبار دير راسك بلي غتحيد ليا الفردي، وضربني في رجلي حيت راه كاينين الكاميرات. اسكوبار داكشي اللي قال ليه البوليسي دارو. ديك الساعه صونا الانذار، حيدنا المينوط وركبنا في الطوموبيل. كانت واحد بي ام دبليو. خرجنا وبديت سايق وفيا الخلعه ويدي كترعد ومتبع الجي بي اس والبوليس تابعنا. داكشي تاع الافلام والقرطاس كيتضرب. ضربنا واحد المسافه طويله شويه وهما يخرجوا شي وحدين بالطوموبيلات بداو كيوقفوا في البوليس. هادوك كانوا الرجال تاع اسكوبار. وصلنا لواحد الجسر وقال لي اسكوبار احبس هنا. وقفت، هبطنا ولقينا واحد 2 هليكوبترات هبطوا الرجال تاعو وجبدوا عليا الفراده وقال ليهم باش ينزلوهم. ركبنا في الطياره واحد اللحظه وتفرقعات الطوموبيل وقال لي كنت عطلتي دقيقه كون راه متنا انا وياك، راك غادي يفتح حسن كبير. تاني اختبار ليك دزتي منه. ضربنا واحد المسافه وهبطنا في واحد القصر وفيني بان قصر سيمو 6. القرعه سمح لنا. المهم هبطنا وهما يتستفوا الرجال تاعو كاملين وقال لهم جيبوا لي الدواسات العمليات اللي كنت غايب فيهم والحساب تاع المال. وغبروا في البصاصه بداو كيتجاراو. بدينا حنا غاديين باش ندخلو مع القصر وهي تبان ليا واحد تيتيزا يا سلام باركه كتعوم. اش منك يا فروماج، اش منك يا زدر، اش منك يا مؤهلات. وهو يعيط عليا اسكوبار. عيط ديك لينا وهي تطلع من الماء وجات كتجري وعنقاتو. والصراحه حسيتو في ديك اللحظه. قالت ليه بابي امتى جيتي من امريكا؟ قال لي هو غير اليوم جيت امنتي. دار عندي اسكوبار وقال لي نعرفك على بنتي لينا. لينا هذا سلطان المساعد تاعي. انا بقيت حال فمي اخوتي. كنشوف داك الزين والفروماج. تبعت اسكوبار تدخلنا للقصر. عيط للخدامه وقال ليها وري لسلطان البيت تاعو وعطيه حوايج، راه من اليوم غيبقى معانا وراه هو يدي الامنه في الاعمال. وقال لي وياك تعرف لينا بالمافيا. قلت ليه ما تخاف سرك في بير. مشيت للبيت اللي عطاني، دخلت دوشت وريحت وبدلت حوايجي. شعلت التلفازه ولقيت في الاخبار دايره عرمت الصداع باللي الزعيم ديال المافيا هرب من الحبس والمساعد تاعو مات، باللي انا مت. جا اشهد الملاوي. عيطت لعشيري وقال لي صات راك خلعتيني يصحابني متي. قلت ليه راني عايش تنشوف كيفاش نخرج من هاد الحماق وندير معاك نتلاقاو. هبطت لتحت ولقيت اسكوبار مرياح ومعمرين الطبله. قال لي نريح، راه داك الشي حلال وما كاينش لحم الحلوف وما كاينش الشراب حتى هو.
تغدينا وقال لبنتو بلي هي دايره الهندسه تاع الطوموبيلات وغادي تمشي لفرنسا تقرا وغادي يوصلها للمطار. قلت ليه انا بلي راه بغيت نخرج نمشي نشوف واحد عشيري. قال لي شوف هاك الباسبور جديد ومن اليوم سميتك مانيا. قلت ليه واخا. خرجت مشيت هزيت الرونج روفر وعيطت لعشيري درت معاه نتلاقاو. وصلت للقهوه وتوحشتو بزاف بقينا كنهضروا وباللي حياتنا غادي تتحسن وغادير كيفاش غادي تولي معايا عند اسكوبار. هو ما بغاش بقى كيقول لي نبعد من داك الشيء والتخربيق وقال لي بلي المافيا راه الا دخلتي منها ما كتخرج. انا تنسمعو ما كنديهاش في كاع. المهم عيطت لمالين الدار بقينا كنهضروا معاهم وفرحانين وبلي ما خاصنا تا خير. وبديت كنقلقل واش بخبارهم شي حاجه. ساعه ما لقيت والو. عمر طلع رجوله صافي سالات الوقيته خاصني نرجع حيت كاين اجتماع مع اسكوبار. قالت العشيري بلي غدا راني غنبغي نشوفو ضروري باش ندبر ليه على شي خدمه احسن من ديك التماره اللي كيضرب. واخا هكاك هو ما بغاش يوافق. المهم رجعت للقصر دخلت ولقيت الخدامه سولتها وقالت لي بلي ما جاش اسكوبار. قلت لها انا غادي نطلع للفوق فاش يجي يعلميني. طلعت للفوق وبانت لي واحد الميمه يا سلام ما عرفتهاش شكون. يكون في عمرها شي 40 عام بحال هكاك. جات وقالت لي واش انت هو المساعد تاع اسكوبار؟ قلت لي قالت لي متشرفين. المهم انا مرتو وماشي الام ديال لينا. قلت ليها متشرفين لا لا. بدات كضحك ديك الضحكه الصفراء. قالت لي ريح شنو تشرب؟ قلت لي انا ما كنشربش وما كنكميش. قالت لي واش انت مسلم؟ قلت لي قالت لي واش جابك لشي مافيا؟ قلت ليها الظروف اللي لاحتنا لهنايا. بقينا كنهضروا وهي كدير شي حركات ديال هادوك راكم عارفين. ما بغيتش نزرب ويولي مصفيها ليا اسكوبار بشي بازوكا يحشيها لي في راسي. المهم دخل اسكوبار وقال لي واش تعرفتو؟ قلت لي نجمعوا الرجال تاعو وبدينا الاجتماع. قال لهم بلي انا وليت المساعد تاعو ولا ما كانش هو انا اللي غادي نتكلف بالعمليات. بداو الرجال كيعاودوا شنو كاين بلي المافيا الاسبانيه والالمانيه والبرازيليه داروا انقلاب وما بقاوش محالفين معاه والمافيا الامريكيه هي اللي بقات بجهته. كانوا النيت حاضرين وبلي المافيا الروسيه استحوذت على السوق ديال السلاح والتجاره في الدعاره. السيد غضب بزاف وقال لي خاصني نجمعهم ونديروا اجتماع معاهم. قلت ليه واخا. سولت واحد وقلت ليه وريني. قال لي راه الكسندرا يعني علم ميمه. قالت لي هي تبعني للبيرو. طلعنا للبيرو وريحت بدات كتجبد في الايميل تاعهم. درت معاهم باش نتلاقاو من هنا 5 ايام في سويسرا باش نشوفوا السبب ديال الانقلاب وكنتسنى يجاوبونا. داكشي اللي طلب مني اسكوبار راني درتو. شويه وهي تبدا تحلون عليا ديك الكسندرا ضلات صدرها ولا كيبان وبغيت انا نخرج بحالاتي وهي تحبسني وقالت لي فين غادي؟ قلت لها كيفاش فين غادي نمشي لبيتي. دفعتها وخرجت. مشيت دخلت دوشت صيفط ميساج لينا ولقيتها ما مكونيكتياش. واحد اللحظه دخلت عليا الكسندرا لابسه بينوار. قلت لها شنو باغا وهي تحيد داك البينوار وبقات زبطه. قلت لها لبسي راه غادي يشوفنا اسكوبار. قالت لي ما تخافش راه شرب الدواء د العصب وداه النعاس وراه سكران ما عقلش حتى على راسو. وهي دفعني ولاحتني. صراحه هاد الميمه حنينه ومحترفه. درنا الحزق كامل صافي سالينا ومشات بحالاتها. نضت انا ونعاست حيت عييت.
فقت لا غد ليه، دخلت دوشت وطلعت الخدامة قالت لي راه الفطور واجد. هبط ولقيت اسكوبار مع الميمة. ريحت وقالت لي كيف دوزتي ليلتك وكضحك. قلت ليها مزيان. بدينا كنفطرو وانا نجبد الموضوع ديال صاحبي. قلت ليه بغيتو يخدم معانا وراه مختص في السوقان والتخربيق تاع البيستيات والاختراق. قال لي صافي، من هنا لساعة يكون هنا باش تضربو على السلاح. نضت انا عيطت لعشيري وقلت ليه شوف من هنا لساعة كون عندي، راه غنصيفط لك اللي يجيبك وجيب معاك غير وراقيك. صافي صيفط واحد الدري يجيبو. وصل عشيري عمر دخل عندي وبقى غا حال فمو. تاش هاد الحزاق واش كنحلم انا؟ قلت ليه ما شتي والو. قال لي عمر صاد بلا ما تحاول ولا تعول عليا نخدم هنايا. قلت ليه شوف عمر، راني معول عليك، راه انت هو اللي يدي لي منا. قال لي اخويا راه ما باغيش المشاكل. وهو يجي واحد من الرجال وقال لي مانيا تكلم الاسكوبار. خرجنا عنده الجردة، ريحنا وعرفتو على عمر. وقال ليه واش كتعرف تستعمل الفردي، وهو يعطيه الفردي. عمر بدا كيقفقف ديك الساعة ولكن ترجل وما حشمنيش، دار داكشي اللي طلب منه، وافق باش يخدم معانا. اسكوبار جمعنا وقال لنا غنمشيو لسويسرا. مشينا للمطار وكانت واحد الطيارة خاصة، ركبنا وقلعت الطيارة وصلنا لسويسرا عاصمة الأموال البيضاء. أي رئيس عنده الفلوس تما في البنكات كانوا غير البي ام دبليو والرونج روفر كيتسناونا. ركبنا ومشينا للوطيل اللي غادي نريحو فيه. وصلنا ودخلنا وكل واحد والشومبر تاعو. انا وعمر في السويد ديالنا مريحين. دخلنا بجوج. خوكم توحش الحلوى من ديك الميمه ما قصيناها. هبطت للبار ودخلت وبانت لي واحد القرطاسه يا سلام. دخلتها بالهضره. حنا المغاربه معروفه علينا حلاوه اللسان، عدنا في الهضره. بقينا كنهضروا وعطيتها تسكر. طلعتها للروم هي وصحابتها. دويت مع صاحبتها باش تمشي عند عمر. بقيت انا مع الخرا وبدات كتزبط عليا. يلا غادي نبدا في المعقول، هو يصوني ليا اسكوبار. ناري الدفع على زهر كي داير. قال لينا نهبطوا دابا حيت كاين اجتماع مع المافيات الاخرين. هبطت وانا حاقد. حضرنا الاجتماع، وافقوا المافيات الاخرين باش يرجعوا معاه. خرجنا. هو يقول اسكوبار مافيا مانيا اجي لهنا. قلت لي انا وي. قال لي اسكوبار وصلات وقيتك. قلت لي انا كيفاش؟ قال لي هو عندك عملية وخاصك تنفذها. قلت لي واخا. قال لي اسكوبار المهم خاصك تمشي اليوم واختار الرجال اللي بغيتي، والرئيس المافيا تاع اسبانيا غير يعطيك التفاصيل تاع العملية. قلت ليه واخا شنو هي هاد العملية؟ قال لي اسكوبار راه كاينين 3 الكاميونات تاع السلاح في مارسيليا في فرنسا، وخاصك تخرجهم وديهم للمطار باش ندخلوهم لايطاليا، والشرطة دايرة علينا عينيهم. جمعت الرجال وعيطت لعشيري عمر وقلت ليه يمشي معايا. مشينا للمطار وكانت الطيارة خاصة كتسنانا. ركبنا وقلعت الطيارة. وصلنا لفرنسا بالضبط في مارسيليا. كانت الشتا. ركبنا في الطوموبيلات ومشينا للوطيل. دخلنا وواصل مطحطح وما شايفش النعاس. جات واحد خيتي خدامة في الوطيل، من دوك اللي كيقادو الفراش، عزية وباينة فيها من ماما افريكا، فيها غير الصدر اللي كيبان صافي. ومع ديك اللبس اللي لابسه يا سلام. قربت من جهتها وهضرت معاها وبقيت كنسايس فيها وعرفتها من بنات الصباح. صافي قلت ليها
بقى واش باقا خدامه؟ قالت لي غنسالي من هنا 30 دقيقه. قلت ليها دوزي عندي. وافقات. بدلت حوايجي وحطيت تليفوني تشارجا. طفى وجات العزيه دخلات. السيده زربانه وبغات الفلوس هما الاولين. عطيناها وبدات كتنشر في داك الشيء. الى هنا تنتهي النشره. الى اللقاء. صافي سالينا ومشيت ننعس. فقت لا غد ليه ولقيتها باقا ناعسه. دخلت دوجت. خرجت وما لقيتهاش. بدلت حوايجي وهزيت الفردي. هبطت فطرت ولقيت عمر والمافيوزي الاسباني. سولتو فين كاينه السلعه. قال لي راه محطوطه في واحد المخزن تابع للبوليس في المرسى. والشحنه راه تشدات فاش كانوا بغاو يخرجوها. والرجال ماتوا. ومات اللي كان داير الكود الباب المسدودين على الفراده. المهم غتمشي معايا باش نشوفوا البلاصه وعطي المعلومات لعمر تاع الكود. راه هو غيعرف كيفاش يحلو. خرجت انا والمافيوزي. ركبنا الطوموبيل ومشينا للمرسى. دخلنا. ولكن كاين مشكل. كيفاش نخربقوا الكاميرات وندخلوا الشاحنات اللي غيخرجوا السلعه. بقينا كندورو هو يبان لينا واحد السيكوريتي. وقفتو وبديت كنهضر معاه ولقيتو جزائري. بديت كنهضر معاه واتفقت معاه باش يعطيني المعلومات. اتفقنا على الفلوس. شحال بغا. درت معاه الوقت بالليل. نتلاقاو في واحد البار. رجعت دخلت للشومبر ولقيت ميساج تاع لينا بنت اسكوبار. عيطت ليها. الو. قالت لي واش لاباس؟ قلت ليها بخير. قالت لي نينا مزيان اش كتعاود؟ قلت ليها والو غا تماره. قالت لي باس سكايب نهضروا فيه. صافي بقيت نهضر معاه في سكايب وكنت عارفو مزيان. عيطت لمالين الدار وهضرت معاهم حتى هما وقلت لهم باللي وجدوا ريوسهم. غيجي عندهم واحد الراجل غيديهم للدار جديده وغتكون حسن. فرحوا. وخويا يمشي يكمل قرايته في الهندسه. وجد الوراق حيت فاش غندخل في العيد الكبير غيجي لبرا يقرا. فرحوا وبغاو يعرفوا شنو طاري تا درت لاباس. وصلات الوقيته. خرجت هزيت الطوموبيل ومشيت للبار اللي داير فيه مع خونا. مشيت دخلت وبقيت كنتسنى. جا خونا وقلت ليه فين تعطلتي. بدا كيخربق عليا وقال لي نشوف الفلوس. وريتو خديت الامانه. قلبتها ولقيتها كيما هي. وصلني الميساج فيه باللي رد بالك من المافيا الروسيه راه كيتسناوك في الطريق وباغيين يقتلوك. خرجت من البار. ركبت في الطوموبيل وراجع بحالي. وهما يخرجوا ليا جوج ديال الطوموبيلات من الجنب. بداو كيضربوني من اللور. زدت انا في السرعه شويه وبداو كيطيروا فيا بالفراده حتى جات فيا واحد القرطاسه في الظهر. تقلبات بيا الطوموبيل. من وراها ما عقلت على والو. فقت لقيت راسي ناعس في السبيطار وما فهمت والو. شويه ويدخل واحد الطبيب معاه واحد الفرمليه وبوليسي. قال لي الطبيب على سلامتك. قلت ليه شحال وانا هنايا؟ قال لي تقريبا 48 ساعه. المهم راح يدنا لك القرطاسه في ظهرك شويه ما تقيسك في الريه واعطي راسك الراحه. وهو يبدا يسول فيا البوليسي واش عندك شي اعداء ولا شي حساب مع المافيا. قلت ليه باللي لا. صافي خرج بحالو. دخل عشيري عمر وعينيه مغرغرين بالدموع. قلت ليه حنا رجال ماشي باش نبكيو. وهو بدا كيبكي وقال لي على سلامتك. داك النهار راه وصلنا فيه ميساج باللي المافيا قتلاتك وجينا كنقلبوا عليك والتليفون تاعك طافي. وصلنا ولقيناك مضروب. سولتو واش داكشي اللي جبت خديتوه. قال لي قلت له المهم انت اللي غادي تكلف بالعمليه تاعي وغادي تهرب السلاح باش نرجعوا لايطاليا وهو يصوني ليا اسكوبار. جاوبتو وقال لي على سلامتك ولدي.
قلت ليه اسمح لي ما قديتش ننفذ العمليه، راه عمر اللي غادي ينفذها هاد الليله. قال لي اسكوبار ما كتهمنيش العمليه، المهم انت تبقى على راحتك. قلت ليه شكرا. قال لي اسكوبار اسمح لي حيت ما جيتش نشوفك، المهم الرجال راه غيديوك عند بنتي لباريس. بقات تماك ارتاح ورد ليها البال، ما بغيتهاش تآذى. قلت ليه واخا سيدي. بديت كنلبس حوايجي، ساليت وجا عمر. قال لي صاد راه جاو شي رجال غيديوك عند بنت اسكوبار. قلت ليه واخا. قال لي عمر راهم كيتسناوك لتحت. قلت ليه عمر رد بالك في العمليه وعندك طرا لك شي حاجه. قال لي هو راك علمتيني ما نخافش، وفي هاد الدنيا عيش سبع تديم مع البشر. قلت لي انا باش ما كان علمني. جاو الرجال، ركبنا في الطوموبيل وشدينا الطريق لباريس، وهو يوصلني ميساج من عند لينا: على سلامتك، وحنا كنتسناوك توصل لعندنا، راه بابا عاود ليا بلي تلقاو لك شي شفاره. وصلت لباريس، وصلنا للفيلا فين مريحه بنت اسكوبار والرجال مشتتين. دخلت ولقيتها باركه، جات سلمات عليا من حنكي وحنكها رطب وحمام مر. قالت لي على سلامتك. قلت ليها شكرا. قالت لي كيف بقيتي؟ قلت ليها شويه. قالت لي يا زيد دخل لبيتك والخدامه غتجيب ليك تاكل شي حاجه. دخلت انا وبدلت حوايجي. دوزت داك النهار الاول غير في البيت، مره كتجي تدخل لينا وصاحبتها كيطلعوا عليا. النهار الثاني نط وبديت كنتحرك، دخلت دوشت وخرجت عيان لبيتي، وهي تدخل عليا لينا على غفله، وهي تلقاني عريان دهشات، وبدات عليا سكوزه. انا دغيا لبست البينوار. قلت ليها شنو بغيتي؟ قالت لي راه اليوم الويكاند وبغينا نخرجوا ندورو ونشريو شي حوايج، ولكن بابا مانع علينا الخروج. قلت ليها انا بلاتي نلبس ونخرجكم. جات عنقاتني وبستني من حنكي. انا ديك اللحظه ما كرهتش نبقى نبوس فيها حيت دايره بحال الفرماج. لبست حوايجي وهزيت الفردي، خرجت ولقيتها كتسناني هي وصاحبتها، واحد تيتيزا تا هي قرطاسه، جوج فرماجات لاباش كيري خارجين معايا. ركبنا في الطوموبيل، مشينا كندورو وبداو كيشريو في الحوايج، وانا كنعطيهم الراي ديالي. بقاو كيسولو فيا وهما يقولوا لي سير قيس نتا شي حاجه. بديت كنقيس وكيعزلو. السيد كان باغي يدير قنبله في واحد الشاحنه، حيت جا عندي واحد خونا وقال لي من الرجال ديالنا، وقال لي راه جدينا خونا اللي كان باغي يدير القنبله، والقنبله غتخرج بالليل من المستودع اللي فيها الغبره. قلت ليه خليه حتى نجي ونتفاهم معاه، وهو يصيفط لي عمر ميساج وقال لي باللي نفذوا العمليه وراجع لايطاليا وراه فرحان وفطح مع راسو. بقيت كندور انا مع لينا وصاحبتها وكنضحكوا، وهما يطلبوا مني ندخلوا لواحد لابواط. دخلت معاهم وبداو كيشربوا وقالوا لي اشرب. قلت لهم انا ما كنشرب. بقاو ضاربين معايا حتى شربت، وماشي بزاف، غير 5 د الكيسان، وضرني راسي. قلت لهم نمشيو نرجعوا، راه غادي تقلق باباك. المهم دخلنا للفيلا، وصلت لينا لبيتها سكرانه هي وصاحبتها. تلاقيت بواحد من الرجال وقلت ليه ورينا خونا اللي قال لي. مشينا للمستودع، دخلنا ولقيتو موكلينو الدجاج واللحم مستفى، العصا لمن يعصى. وراوه ليا وانا نتفكر بلي شتو فاش تضربت بالقرطاسه، وهو اللي قال لهم باللي مت بالاسبانيه. وانا نبدا نسول فيه مع من خدام، وبدا كينكر وعلاش بغاو يقتلوني
وبغاو يفشلوا الصفقة. بقى هو كينكر وهو يصوني تليفونو. جاوبت وبدا كيهضر معايا واحد بالروسية وانا نعرفو من روسيا. جبت الفردي وانا نصفيها ليه وقالت للرجال باش يصوروه ويلوحوه. رجعت بحالي. دخلت هو يقول لي واحد بلي الكسندرا مرت اسكتوبار تتسولف عليا. قلت ليه واخا فينا هي؟ قال لي في بيتها. قلت ليه صافي سير دير خدمتك وغدا وجد لي المعلومات على الطونوبيات اللي باغيين تخرجوهم من المانيا. مشيت وقالت لي الكسندرا دخلت وسدات الباب ديال البيت وقالت لي ريح وبدات كتهضر معايا. قالت لي الكسندرا بغيت نقول لك بلي خاصنا ننفذوا واحد العمليه. قلت لها شنو هي؟ قالت لي المعرض الدولي كاين هاد الشهر في المانيا فيه 5 ديال الياقوتات كل وحده ساويه 50 مليون دولار وخلصنا ننفذوا هاد المهمه. قلت لي انا واسكوبار شنو قال لك؟ قالت لي يا خاصك تنفذ هاد المهمه هادشي اللي قال. قلت لها امتى نمشيو؟ قالت لي الكسندرا شحال باقي لهاد المعرض؟ باقي ليه 12 يوم. قلت لها واخا صافي صيفط العمر ما يصارش باش غدا يمشي لألمانيا ويعرف التفاصيل تاع المعرض وهو وافق. قلت لألكسندرا بعد غدا نمشيو باش نقادو المسائل تما. قالت لي الكسندرا واخا غادي نعلم الرجال. بغيت نخرج نمشي لبيتي وهي تجرني الميمه الكسندرا وقالت لي فين غادي؟ قلت لي نمشي ننعس. قالت لي يا ريح نشربو غير كاس. قلت لها ما فيا اللي يسكر. صافي طرا اللي طرا عاوتاني بقات كتملحس عليا. قلت لها راه دابا تجي لينا وتشوفنا. قالت لي يا ما تخافش خلينا نتمتعوا هاد الليله. صافي انا درت ليها خاطره وقضينا الغراض ومشيت ننعس بحالاتي. فقت لقيت راسي ناعس حداها. فاقت وقالت لي زيت ندوشو ونهبطو نفطرو. دخلنا للدوش وبديت كندوش انا وياها. فالسالينا خرجت لبست حوايجي ومشيت لبيتي. بدلت حوايجي وهبطت بديت كنفطر. عيط لي عمر وقال لي باللي راه هو في المانيا وبدا كيبحث وراه اسكوبار تا هو كاين تما. فطرت انا والكسندرا. خرجت للجرده ولقيت لينا باركه كتعوم وهي تطلع من الماء منين شافتني حيت قلت ليها صباح الخير. وانا خوتي خيتي كي دايره ترى بزاف. قالت لي لينا سلطان اسمح لي على البارح حيت شربت وسخت اختك وما بغيتكش بابا يعرف باللي انا شربت. قلت لها صافي ما تخافيش هانيه. فين هي صاحبتك؟ قالت لي باللي راه مشات الصباح بكري داها الشيفور للمطار غتمشي لايطاليا حيت عندها عطل لا لمده اسبوعين. قلت لها مزيان. قالت لي لينا يمكن لك دير ليا لومبر. قلت لها واخات. تكات السيده على كرشه فوق الرولاكس وتا المايو وانا نبدا ندير ليها لومبر. عرفتي لومبر هو بواحد الكريم بحال اللي كدير الماساج. صافي انا بديت كندير ليها الماساج. خيتي الصراحه ما نقولش ليكم بقات عليا هي دير لي لظهري تيتبحلزو عليا هاد القوريه الضنم. صافي بقينا كنهضروا انا وياها. قالت لي لينا ما كرهتش نسافر في هاد العطله ولكن بابا ما بغاش. قلت لي انا غدا غادي لالمانيا مع مرت باباك عندنا شي خدمه تمايا. قالت لي لينا ما كرهتش نمشي معاكم نشوف بابا وندور. قلت لي انا صافي انا غنحاول نطلب من باباك باش الا بغى
وهي تبوسني في حنكي. قالت لي لينا شكرا، زيد نعومو. هبطوا بدينا كنعومو ونضاربو بالماء. واحد اللحظة جا وجهي في وجهها، بقينا كنشوفو في بعضياتنا وحنا نتباوسو. ما حسيناش وهي تجي الكسندرا ناري على زهر كي داير. عيطات لي وقالت لي مانيا اجي بغيت ندوي معاك. قلت ليها واخا انا جاي. مشيت عندها، قالت لي هي راه عيط عمر وعرف شكون المسؤول على الامن، وغدا الصباح غنتحركوا بكري وهاك دوي مع اسكوبار. دويت انا مع اسكوبار وطلبتو يخلي لينا تجي معانا وتحضر المعرض تاع الياقوتات باش ما يشكوش فينا، وراه عندي خطه ناضيه. هو وافق. قالت لي الكسندرا باللي مانيا عندك تمشي تقرب من لينا، حيت الا عرف باها غادي يقتلك. قلت لي انا ما تخافيش. رجعت عند لينا وقلت ليها راه وافق باك باش تمشي معانا. هي فرحات وعنقاتني وقالت لي نخرجوا هاد الليله ندورو شويه وباغا تاخذ شي حاجه. قلت ليها واخا. طلعت دوشت وبديت كنهضر مع مالين الدار في سكايب وعجباتهم الفيلا وراهم خاصهم تاخير مفطحين، وهي تدخل لينا كتغوت وفرحانه وجات باستني في حنكي. والوالد هو يتزنك حيت شافوني وانا نقول ليها كنهضر مع الدار وانتي النص ديال صدرك كيبان، وانا نقول لمالين الدار هادي بنت الباترون تاعي. وسلمات عليهم وقلت لهم باغا تزور المغرب هاد خيتي، والتخربيق بقيت طالقه عليهم حتى قلت لمالين الدار بسلامه. خرجت انا ولينا مشينا بدينا كندورو وكنختارو في الحوايج. سالينا وعرضت عليها لواحد الريستو، دخلنا وبدينا كنتعشاو وانا نشد ليها في يديها. قلت ليها لينا سمحي لي على الصباح حيت طرا داك الغلط بيناتنا وشافتنا مرت باباك. قالت لي هي صافي نسى، راه ما عمرني جربت مع شي واحد ولا تصاحبت معاه. قلت ليها لينا راك كتعجبيني من النظره الاولى وبغيت ندير معاك شي غولاسيون. هي بقات ساكته وبقيت انا كنعبر وكنتعنب باش وافقات. قالت لي بلي نواعدها عمري نتخلي عليها، تخربيق ديال البنات. صافي رجعنا للدار. دخلات وقلت ليها باش توجد راسها حيت من هنا لساعه كنتحركوا بالطياره. دازت ساعه تجمعوا الرجال وجات لينا والكسندرا ومشينا للمطار. ركبنا في الطياره الخاصه، قلعات الطياره نحو المانيا وباركه حدايا لينا. وصلت الطياره للمطار ولقيت عمر كيتسنانا. ركبات لينا مع باباها. انا مشيت مع عمر وقال لي بلي خاصو يمشي للمغرب حيت با عيان شويه ونكمل انا هاد المهمه لراسي، وباللي وجد كلشي فهاد الميموار، ولي بلي ديك خيتي المسؤوله على الامن واحد البوليسيه تيتيزا، وراه المازاد باقي ليه غير 8 ايام. صافي خديت داك التخربيق وعمر مشى بحالاتو للمغرب. انا مشيت خاصني كيفاش نطيح خيتي في الشبكه باش ناخد المعلومات كتر. مشيت ولقيتها مريحه في واحد القهوه كانت عامره وخاصنا ندخل ديك خيتي بشي دخله تكون لي مزيانه وباي طريقه. خيتي سميتها ماري. قلت لها ممكن نريح في هذا الكرسي حيت القهوه عامره. قالت لي اوكي. بقات ساكته ودخلتها انا بالهضره. قلت لها سميتي يوسف. قالت لي هي نخليك واصلا وقيت الختمه هادي. قلت لي انا واخا تعطيني غير نمرتك نستناك تتسالي. قالت لي هي واخا 8 غنسالي وسميتي ماري. قلت لها صافي. السيده مشات دخلت لنا معرض. مشيت انا بقيت تندور ونتسركل. جيت واحد الحانوت ديال الذهب
دخلت وبقيت كنختار. شريت للوالده سلسله وخاتم، والوالد ما كان، والخواترين حتى هو ما كان، اللي كان كيحماق عليها. عيطات ليا لينا وقالت لي فينك؟ قلت ليها عندي شي خدمه، تا الغدا ونشوفك. وصلت 8، مشيت حدا المعرض، وبقيت كنتسنى في ديك خيتي اللي سميتها ماري. خرجات وصونات عليا، وقلت ليها راني قدامك. سلمت عليها وركبنا في الطوموبيل، وقالت لي نمشيو نتعشاو. وافقت انا، وهاي لي خيتي عارضه عليا، وهاي اللي انا زوينت لهاد الدرجه. المهم وصلنا لواحد الريستو ديال واحد من الرجال. دخلنا وريحنا وبقينا كنهضروا وكنتعارفوا. وقلت ليها بلي انا رجل اعمال جزائري باش نحيد الشبهات. وكان عمر زور ليا الوراق وكل شي. قلت ليها غنوض للطواليت بالعاني، نسيت البسطام والباسبور فوق الطبله. مشيت وبقى حاضي السرباي. جا عندي وقال لي راه قلبات الوراق. صافي السيده راه تيقات. بقينا كنهضروا حتى تعشينا. خرجنا ودزنا لواحد لابواط، وقالت لي ندخلو. دخلنا وريحنا وبقينا كنشربو. ناضت هي وبقات كتشطح وهي سكرانه. صافي سكرات بالمزيان. بغيت نوصلها لدارها، وصلتها وقالت لي هي زيد دخل. قلت لها ياك انتي مزوجه؟ قالت لي بلي راجلها مسافر. دخلت وقالت لي تسنى. باش بدلات حوايجها وجات لابسه واحد الشوميز خفيفه. جابت الشراب وديجا شربنا، وانا نقول لها نلعبوا واحد اللعبه. وافقات. اللعبه كانت حجره ورقه مقص، واذا ربحت انا ناخذ بوسه، واذا ربحاتني نحيد حوايجي. بدينا اللعبه. ربحاتني وحيدت القميجه. ربحتها وبديت كنبوس فيها. صافي السيده شعلات فيها الحراره. المهم مشينا للبيت، دفعاتني، تلاحت. صافي وقضينا الغرض. دابا انا خاصني كيفاش ناخذ البروغرام ديال المعرض، وكيفاش ناخذ الالماسات. خليتها حتى نعسات ولقيت البيسي تاعها. عيطت لعمر وسولتو كيفاش ندير. بدا كيوريني وانا كنفذ. قال لي بلي الدوسي لقيتو نصيفطو ليه. قديت المسائل ومشيت نعس حداها، وطفيت البيسي باش حتى هي ما تشكش بوالو، ونعست حداها. لغد ليه فقت وما لقيتش ماري. شعلت التليفون وانا نلقى ميساج تاع ماري: صباح النور، راني خرجت قبل منك حيت عندي الخدمة، وراه الفطور موجود، وراه دوزنا ليلة زوينة. نضت انا ولبست حوايجي، ركبت في الطوموبيل وعيطات ليا لينا. قالت لي فينك؟ قلت لها انا يلاه جاي للوطيل. قالت لي لينا سربي، انا كنتسناك في الشومبر تاعك، سربي سربي. قلت لها 21 دقيقة ونوصل. وصلت للوطيل، دخلت، مشيت للشومبر تاعي. تلحت عليا عاوتاني لينا، هنقاتني وبقات عليا توحشتك. المهم بدينا كنهضروا انا وياها. واحد اللحظه جريت انا عندي وبقينا كنتباوسو شويه، وحنا نحركوا من بعضياتنا. بغيت نبدا نقيس فيها وهي تقول لي لينا سلطان بلاش. قلت لها علاش حبيبه؟ قالت لي راه عمر شي حد قاصني. قلت لها انا راني كنبغيك وناوي نتزوج بيك. قالت لي لينا راني عارفه وخايفه. قلت لي انا ما عندكش مناش تخافي. المهم كليت ليها الهضره براسها تا وافقات. صافي كملنا وقضينا الغراض. صافي داكشي اللي وقع. خيتي كانت باقا بنت، انا قضيت الغراض. صافي فاش عيينا نط جبت ليها الماء وهي تجي الكسندرا. بدات كتدق، تخبات لينا وانا لبست البينوار وحليت، وبدات كتغوت.
قالت لي الكسندرا فين هو تليفونك؟ قلت لها راه كيتشارجا. قالت لي الكسندرا راه من الصباح وعمر كيصوني ليك، راه الماساج غادي يلوحوهم من المعرض وراه باقا غير ساعة ونص، خاصنا نلقاو شي حل. قلت لها صافي نلبس ونجي. دخلت لبست حوايجي وقلت لينا غنمشي نقضي شي خدمة ونرجع. خرجت دغيا ولقيت الرجال كيتسناو، وعيط ليا عمر وقال لي راه الوقت بدا وخاصك تسربي. ركبنا في الطوموبيل ومشينا للمعرض، ولقيتو عامر بالبوليس والحراسة بزاف. خاصني ندخل بأي طريقة، أنا وواحد من الصرف الصحي. دخلنا هو يتقطع الاتصال، ما بقاش كاين الريزو، خاصني نكمل. المهم بوحدي دخلت كملت طريقي، وصلت للبلاصة فين كاينين الالماساج وهو يرجع الريزو. عيطت لعمر باش يوقف الكاميرات، وقفهم، وخاصنا واحد الكود باش يتحل داك الصندوق، وبقات غير 10 ديال الدقائق. عمر ما عرفوش، بقيت كنفكر في حاجة وحدة، هي واحد الكلمة كانت عاودها ماري وهي سكرانة، وهي بلاك، وهي سميت الدوسي اللي في البيسي. قلت نجربها، يا ربحة يا ذبحة. صدقات وتحل. خديت الالماسات وزيت داك الخاتم، درتو في صبعي، وخاصني دابا نخرج. خرجت من واحد الباب تاع السيكوريتي، درت راسي خدام تما. جات الكسندرا وعطيتها الالماسات وقلت ليها هاد الخاتم خليه عندك، وانا غادي نمشي للمطار، راه بدلت الخط، ونتلاقاو في ايطاليا من هنا 5 ايام. مشيت للمطار، وصلت وكانت واحد باقا الرحله شي ساعه. عيطت على ماري وقلت ليها نتلاقاو مره اخرى، انا غادي لايطاليا وراني في المطار. وصلت وقت الرحله وخاصني نخرج بالجنسيه الجزائريه. مشيت بغيت ندفع باليزتي وهما يجيو عندي الشرطه، قالوا لي وراق دياولك، عطيتهم ليهم وقالوا لي تفضل معانا. مشيت معاهم ودخلنا لواحد الغرفه، وبداو كيقلبوا فيا وكيقلبوا في الباليزه، ولقاو حوايجي وداك الشيء اللي خديت لمالين الدار. وهي تدخل ماري شنو واقع؟ قالت لي انت متهم بسرقه الالماسات. بديت كنضحك، واش انا نشفر؟ عطيتهم الوراق باش شاري الذهب ومخلص عليه الديوانه والتخربيق، ولقاو كلشي مزيان وما عندي تا صوابيق. وهو يجي عندي المحامي باش يخرجني، وما لقاو عندهم تا شي دليل باش يشدوني، طلقوني. فاش كنت خارج وانا نصيفط لماري ميساج فيه بلاك. ركبت الطياره نحو ايطاليا. المهم دازت الشهور وانا خدام في لينا والكسندرا، وخدام في السرقه وتبويض الاموال. قرب العيد الكبير وباقي لي 20 يوم، وبغيت نمشي نعيد مع والديا. قلتها الاسكوبار ووافق باش نرجع نريح في بلادي، نرتاح شويه واحد الشهير. مشيت للبيت بديت كنجمع في حوايجي، وهي تجي عندي لينا وهي كتبكي. قلت ليها مالكي؟ قالت لي راني حامله. في هاد اللحظه بحال الا تيريتي فيا بفردي. قلت ليها حامله؟ قالت لي لينا قلت ليها ولاش كتبكي؟ قالت لي راه الا عرف بابا غادي يقتلنا. قلت ليها ما تخافيش، عندي ليك واحد الخطه. قالت لي شنو هي؟ قلت ليها سيري جمعي حوايجك ووجدي راسك وما تخرجي فين تنجي عندك. عيطت لعمر وقلت ليه باش يقطع لينا بي انا ولينا للمغرب، ويقطع بي الاسكوبار والكسندرا لسويسرا، ويحاول يقطع تا هاد الليله ويسربي. داز 3 ديال السوايع، جا عمر ومقطع الوراق، وبلي الطياره لسويسرا مع 10 الليل والمغرب مع 12 الليل. قلت ليه يجمع حوايجو باش غنمشيو للمغرب، من بعد نعاود ليه. مشيت عند اسكوبار والكسندرا جمعتهم، قلت لهم خاصكم ضروري باش تمشيو لسويسرا هاد الليله. قال لي اسكوبار علاش؟
قلت ليه واقع واحد المشكل وخاصكم تبعدوا من البلاد شويه. قال لي اسكوبار باش عرفتيها؟ قلت ليه راه خرج واحد المذكرات على المافيات، دير دوز كونجي في سويسرا انت ومرتك، وانا غندي لينا للمغرب باش ما تشك بوالو، راه حياتها مهدنا من جيت المافيا الروسيه وكنقلب كيفاش نوصل ليهم باش نحيهم. قال لي اسكوبار صافي معاش الطياره. قلت لي من هنا لساعه وراه الهويه مزورين الرجال، غنتسناوكم تما دوزو شي شهر مرتاحين وتستمتعوا بالحياه. مشاو للمطار، انا مشيت عند لينا وقالت لي هات وجد راسها غتمشيو للمطار. وصلت الوقيته وجا عمر ولينا، مشينا للمطار وعيطت للرجال يتسناوني في المطار وما يقولوا للدار والو. ركبنا في الطياره، قال لي عمر شنو واقع؟ قلت لي لينا حامله مني. قال لي واش متاكد؟ قلت لي وغدا غنمشي عند الطبيب. قال لي ايوا مبروك. وصلنا للمغرب، خرجنا ولقيت الرجال برا، ركبنا في الطوموبيل وقالت لينا اليوم نعرفك على دارنا. مشينا للدار، وصلنا دخلنا للدار ولقيت الوالده وطحت حدا رجليها وبديت كنموسهم ونبكي وهي تبكي. نوضاتني وقالت لي توحشتك ولدي. حتى انا مهمتي عرفتها على لينا وقلت ليها باللي هي بنت الباترون تاعي، ومن بعد نعاود لك شنو واقع. سولتها على خويا والوالد وقالت لي راه مشاو، كاينه واحد الكنازه في الكاريان. قلت لها صافي انا غادي نمشي نترحم ونجيبهم معايا ان شاء الله، وعطي لينا شي بيجامه تستر بيها وراه الخدامه ترجم ليك. خرجت هزيت الطوموبيل وكنت غادي للكاريان، البلاصه اللي كبرت فيها وتربيت فيها. شديت الطريق، وصلت وتلاقيت بولاد الدرب، سلمت عليهم ودخلت للكنازه. عزيت وعيطت للوالده وقلت لها راني قربت نتلاقى بالوالد. مشيت وبديت تنقلب عليه، فاش تلاقيتو فرح فاش شافني. بدينا كنهضروا، قلت ليه نمشيو للدار. رجعنا ودخلنا وريحت معاهم، بداو كيسولوني فاش خدام شنو كندير. قلت لهم خدام مع واحد الايطالي عنده شركه الاسترداد والتصدير، وبلي انا النائب تاعو، وما تيقوم مالين الدار. وقالت الوالد والوالده بغيت نهضر معاهم الراس في الراس. دخلنا البيت وريحنا. قلت لهم الوالده ما عرفتش منين نبدا. قالت لي الوالده قولها ولدي. قلت لهم نجيكم من الاخر، راه باغي نتزوج. قال لي الوالد الله يكمل بالخير. قالت لي الوالده شكون هي هاد بنت الناس؟ قلت لهم لينا هي اللي بغيت نتزوج بها حيت حامله مني. الوالده تصدمات، قالت لي واش متاكده ولدي؟ قلت لي الوالده. قال لي الوالد شرطي هو تسلم باش نزوجوها ليك. قلت لها واخا يكون غير خاطركم، المهم عطوا على الناس اللي بغيتو وراه العرس غنديروه فين ما بغيتو. خرجت ومشيت عند لينا للبيت وقالت ليها راه غادي نتزوجوا. فرحات مي قالت ليها شرط والديه ووافقات. خرجنا ومشينا لواحد الجامع فيه من كيسلموا الناس، وغادي تبدل سميتها سميت عائشه باش يوجدوا ليها وراقيها لنهار العرس. سلمات السيده ولات مسلمه. مشينا ناخذوا شي تخربيق للعرس وهو يوصلني ميساج من مجهول: عرفناك في المغرب وقريب غتولي انت مسيطر المافيا الايطاليه، وبغيناك تحط يديك في يدينا وقريب نتصلوا بك. عيطت لعمر باش نتلاقاو ويعرف منين جا الميساج. رجعت لينا للدار، دخلت ولقيت الوالده جا مع العائله كامله وقالت لهم شنو كاين، بلي انا غادي نتزوج الدريه. خيتي حتمات، خليته ومشيت عند عمر لدارو. ريحت انا وياه وقلت ليه شنو كاين. بدا كيقلب وقال لي هادو كيلعبوا بالنوامر وبلي هاد الميساج جاي من مدى اشقر. قلت ليه باش يعرف ليا شكون بالضبط،
وبغيت نعرف المعلومات كاملة على المافيا الروسية. رجعت للدار وقالت لي الوالدة نوصلها للدرب القديم باش تعرض على الناس، حيت العرس من هنا 3 ايام، ما فيها اللي يصبر. بغات تفرح بيا وراه خدات القاعة وكل شي. مشيت للدرب وصلتها وبقيت كنتسنى فيها. جاو شي 20 وعرضت عليهم، وهو عيط لي عمر وقال لي راه الوالدة قالت ليه نهار العرس، وراه خوك غيجيبك بالليل لواحد العنوان بغينا نحتفلوا بيك. بقيت كنتسنى وهي تجي مصطاجتي القديمة. قالت لي مبروك، واش حنا ما تعرضش علينا؟ قلت لها مرحبا بك. قالت لي صافي غنجي ندير لك الشوها باش ما تتزوج. قلت لها والله الا خلعتينا مسخيطه. قالت لي المصطاجه راني باقا كنبغيك. وبعد من ديك الكافره ووريك ديك الكافره تصوري انا وياك مريحين مع بعضياتنا. شديتها من شعرها وجريتها وجبت الفردي. قلت لها الا سميتك مرا ومرموره وساكنه في المطموره بسلي عليا مره اخرى. السيده تخلعات، مشات بحالها وجات الوالده. رجعنا للدار. قال لي خويا نوجد راسي نخرجوا. قلت ليه فين؟ قال لي غير زيد انت ماشي سوقك. مشيت عند لينا. المهم انا خارج مع خويا، راه الوالده غتوريك كيفاش كيديروا العراس. توعنا وراني عرضت على شي صحاباتك، راه غدا غيوصلوا وغيجيو يريحوا معانا هنايا. قالت لي واخا راجلي، غير ما تعطلش عليا راني توحشتك. قلت لها راه ما خاصنا نديرو والو، تيدوز العرض راه للدار. خرجت وقلت للوالده راه غيجيو شي 12 دريه غدا، غير يريحوا تيدوز العرس ويمشيو بحالاتهم. خرجت مع خويا وقال لي بغا يسوق. قلت ليه سوق. شدينا الطريق وكانت الطريق ضربوا عزة طماريس وكان ليه شويه، وهو يخرج واحد خونا بالطوموبيل بدا كيضرب فينا من اللور. قلت لخويا يزيد في السرعه، زاد هو يبدا يتيري فينا. تا انا جبت الفردي وبديت كنتيري، وخويا تصدم وما فهم والو. تا ديك الطوموبيل ما بقاتش بانت. وقف خويا وقال لي سلطان اش واقع؟ قلت لي ما واقع والو. قال لي خويا وقع شي حاجه. مشيت للغربه في 6 شهور درتي لاباس، الفيلا والحراس كتسركل في البلدان، ودابا السلاح ما فهمت والو. قلت ليه ركب في الطريق ونكمل ليك. ركبنا الطوموبيل وقلت ليه فين غاديين؟ قال لي بابالو بيش. بديت كنعاود ليه كيفاش وليت مع رجال المافيا وما بغيتش الدار يعرفوا، وباللي لينا هي بنت الزعيم د المافيا وهي ما عرفاش وما بغيت حتى واحد يعرف. صافي وافق. وصلنا للكلوب دخلنا. قال لي عمر فين تعطلتي؟ قلت ليه راش نوطرا وخويا عرف كل شيء. قال لي ياك بعدا انت بخير؟ قلت ليه الحمد لله. قال لي عمر زيد دخل نسى اللي كان وعيش اخر ليله قبل ما تتزوج. دخلت ولقيت ولاد الدرب وشي 20 وبنات الليل والزهو، وجايب هشام السماتي والشيخ نانو. بقينا عاطينا للشراب والبنات. صافي تسكرت مزيان. عيطت للشيفور وقلتها ليه. جريت معايا 2 دريات وقلت ليه وصلنا لشي اوطيل. وصلنا للوطيل دخلنا للشوبر انا ودوك 2 بنات. بداو كيشطحوا الشعبي وانا بغيت غادي نكح. شديت وحده وبديت قاضي معاه الغراض. تا عييت ومشيت نعس. فقت لا غدا ولقيت دوك خيتي باقيين ناعسين. نط لبست حوايجي وخرجت، وقلت للشيفور باش يوصل كل وحده ويعطيها شيك فيه 5000 درهم. صونات عليا الوالده. هذا مهمتي. قالت لي فين كولدي؟ قلت لي انا جاي للدار. قالت لي مهمتي سربي. سربي راه جاو صحابات لينا. قلت ليها واخا مهمتي. مشيت للدار دخلت سلمت عليهم، ريحت وبقينا كندويو. دخلت انا ولينا للبيت. قلت ليها غادي نتزوجوا ومن موراها غنمشيو نعيدوا مع الدار في العروبيه ونمشيو لايطاليا نقولوها لباباك. قالت لي واخا اللي بان ليك، وهي تبعني فوق الناموسيه. صافي يا سلام داك الشي.
وهو يجي خويا برصدني وحنا خدامين. تكلم الوالده: تا ما خليتينا نديرو والو في خاطرنا. لبست حوايجي وخرجت عندها. قالت لي الخياطه جابت اللباسي باش تقيسهم العروسه. قلت لي انا غنمشي ناخذ شي 3 ديال الكوبليات. مشيت بديت كندور ونقلب. خديت الحوايج اللي بغيت. راجع للدار وهي تعيط لي: الكسندرا. الو. قالت لي: الكسندرا مبروك الزواج. قلت لها: اين الزواج؟ قالت لي: انت ولينا، وراني عارفها حامله وباللي باغي تزوجها وترجع تقولها الاسكوبار. قلت لها: بغيت هادشي يبقى بيناتنا. قالت لي: الكسندرا صافي كون هاني، تجي ونعاونكم. قطعات ورجعت للدار. لقيتهم دايرين الحنه. صافي انا كنت عيان. دخلت نعست باش نرتاح حيت لا غد ليه العرس. فقت لا غد ليه ومشيت للحمام بلدي. عمت ومشيت عند الحجام. قديت حالتي ورجعت للدار. هزيت شي مسائل وعيط لي عمر باش نتلاقاو في القاعه نشوف شنو كاين. وصلت للقاعه ولقيت عمر تفاهم مع كلشي، وباللي جاي الصنهاجي وحاجي بوحديبات الرما والتخربيق والزبل. قلت ليه: شوف، بغيت شي واحد يكون مختص في البير. قال لي عمر: صافي كون هاني. قلت ليه: قبل العيد في العروبيه. بقيت كنتسنى وقت العرس وفيا الخلعه. وصلت لوقيته، خويا جايب لينا وعباد الله مجموعين. داكشي مكبت. هبطات لينا من الطوموبيل، شدات فيا وداخلين مع القاعه والدقيقيه كيغنيو فرحانين. واحد اللحظه وهما يدخلوا شي رجال، كلشي تخلع. عمر جا ومخلوع. قال لي في ودي بلي اسكوبار جا هو والكسندرا. انا تصدمت. والوالده جات عندي وقالت لي: شنو واقع ولدي؟ قلت لها: والو، غير واحد المشكل بسيط غادي نحلو دغيا. يلا بغيت نخرج وهو يحبسني وهو يدخل اسكوبار مخنزر. لينا تخلعات وهو يحيد الميكرو الدقيقيه وهو ينطق بالعربيه واكل العصا: ما نحضرش للعرس بنطي. ديك الساعه ارتاحيت ورجعات فيا الروح. كنت كنقول اليوم اكويني اما كويت ليه بنتو. وهو يجي وقال لي في ودني باللي حفيدو ما خاص يكبر في المافيا، وراني هنيتك من المافيا الروسيه. عيش حياتك. دازت ديك الليله بخير، كلشي فرحان. اسكوبار شطح الشعبي وتفطح ليا مزيان. حطوا العشاء، تجمعنا وبداو كيصوروا وانا فيا المود ديال الجوع. بدينا كنتعشاو وقالت للوالد بلي غدا بالليل غنشدو الطريق للعروبيه وغيمشي معانا اسكوبار. قال لي: صافي. سالا للعرس كلشي تفرتك. وقالت للوالد بالليل نلقاكم موجودين، ديو معاكم اسكوبار للدار وانا غنمشي للوطيل نرتاح شويه. مشيت للوطيل. داكشي ديال نهار الدخله. واش غادي نقول لكم؟ لا ما نقول لكم. سالينا مشينا شدينا الطريق للعروبيه. اسكوبار اعتزل المافيا، باع الاملاك اللي عنده في الفاميا وداك التخربيق وبغى يستقر في المغرب. وقالت للوالد الدار اللي كانت عاجباه في العروبيه شريتها حيت هو كانت عزيزه عليه واحد الفيرما تمايا. وصلنا ودخلنا، ريحنا وما ساق شي حد الخبار. بقينا لا غد ليه حيت تما وصلنا نعسنا وما عقلناش على راسنا. جاو الناس ديال الدوار وباركوا لينا، وانا قلت للوالد يوجد راسو. خرجت معاه واسكوبار جا واحد المهندس. قلبنا على شي ارض فيها البير، لقاها وسولت الوالد شكون مولاها. قال لي: راه بات ولادو باغيين يبيعوا. شريت من عندهم وقلت للمهندس يبدا يحفر. درت مشروع انا واسكوبار في الفيرمات تاع البقر والدجاج والحواله. صافي حتى وصل وقت العيد الكبير، عيدنا واسكوبار حتى هو سلم هو ومرتو. وصلحنا المدارس تاع العروبيه، كلشي عايش بخير. رجعنا لكازا وخليت واحد العم عزيز فيه ديما كان تا هو كيمشي عنده كيبقى يدور معايا. مشيت عنده ودبرت عليه، عطيتو شي 10 المليون يصوفي راسو. المهم انا سالات قصتي.
وانا نسيت الماضي والمافيا وكل شيء، ودارنا ما عرفوا بوالو. وراه الغربة صعيبة، واخا ما عمرني مشيت ليها. مي خويا اللي كاين تما راه تمحن باش وصل. وتحية للناس اللي في الغربة، والله يدير لكم شي تاويل. المهم هذه اول قصة غادي نطول في الريكورد ديالها. انا عارف راسي غادي نكون درت بزاف د الاخطاء، سمحوا لنا وديروا عين ميكا. هذا ما كان الدراري، راه عرفتيه من الخمسة د العشية وانا كنسجل حتى 7 و55 دقيقة هادي. الله يرحمكم الوالدين. ديروا لايك وديروا بزاف د الكومونتيرات، راني شاد الريكورد ما نديرلوش بوز كاع من قبيله وانا كندوي. هذا ما كان الدراري، تهلاو في راسكم، بيس.